لما المشخصاتي يكتب التاريخ والمغنواتي يعدل في الرموز، قول على الأجيال اللي جاية يا رحمن يا رحيم. أنا خلاص بقيت خايف أفتح التيك توك، يومين بس مشخصاتي بقى مؤرخ ومغنواتي بقى وزير خارجية. ياسر جلال طالع يقول الجزائر بعتت قوات خاصة تحمي المصريين في 67. يا جدع دي الجزائر ساعتها كانت لسه بتحتفل باستقلالها وبترتب أوضاعها وبتكون دولة، إزاي فجأة تبعت لك فرقة حماية لميدان التحرير؟ ده حتى لو طفل قال كده هنديله إجابة نموذجية ونقول له عيب، ده مش تاريخ، ده فيلم كرتون. وبعدين يعتذر ويقول أنا كنت بقرب الشعوب من بعض. هو لازم التقريب يكون بالتزييف ويكون على حساب بلدك وعلى حساب جيشك وعلى حساب شرطتك؟ بكرة نسمع إن اليابان بعتت نينجا وتركيا بعتت دروع عثمانية. يا عم ارحمنا، التاريخ مش فيلم هندي. ونروح لأحمد سعد، بدل ما يغني ويشرف بلده راح رافع علم فلسطين فوق علم مصر. يا نجم دعم فلسطين فوق دماغ الكل، بس علم بلدك ورمز بلدك مش لعبة ولا سلم ولا ترند. يا ريت قبل ما تمسكوا مايك اقروا، قبل ما تعملوا لقطة افهموا، وقبل ما تهروا اسكتوا. لأن مصر حضارة، مصر تاريخ، مصر شرف لكل المصريين، مصر فوق الكل غصب عن الكل.